السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هتكلم معاكم النهاردة عن موضوع الشرخ الشرجي. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن البواسير، وهنتكلم المرة دي عن الشرخ الشرجي. طب هو معنى كده إن الشرخ الشرجي هو البواسير أو البواسير هو الشرخ الشرجي ولا لأ؟ لأ، الموضوع مختلف، ده حاجة دي حاجة تانية خالص. طيب إيه هو الشرخ الشرجي؟ الشرخ الشرجي الأنل أو الشرج بيبقى فيه شرخ. يعني إيه شرخ؟ يبقى فيه قطع أو قطع. هي دي المشكلة، العضلة بتاعة الشرج عشان تتفتح ويخرج البراز أو الستول، لما العضلة ذات نفسها تشد بتتفتح، بخلاف أي عضلة تانية العضلة دي مختلفة. فالمسألة بيبقى في العضلة دي بيبقى فيه شرخ أو قطع. طب ده بيجي نتيجة إيه؟ الإسهال المزمن أو الإمساك المزمن أو البراز الناشف جدا. البراز بيبقى ناشف جدا. طب ده من إيه؟ في بعض الناس ما بتحبش شرب المية كتير، ما بتشربش سوائل كتير، فترة الصيام بياكل كتير ويقلل شرب السوائل، وده اللي بيخلي البراز جاف جدا. الناس اللي بتشتغل في موقع في الصيف مع درجات حرارة عالية مش بيرطبوا جسمهم بالمية والسوائل والعصاير، ده البراز بتاعه بيبقى ناشف جدا، وده ممكن يأثر ويؤدي بعد كده الموضوع البراز اللي بيبقى ناشف بيعمل زي الموز بيجرح، هو ده اللي يسبب المشكلة. يعني هو بس التمزق أو القطع ممكن كمان نتيجة القرح بتبقى موجودة في القولون، ممكن برضو تسبب أو تعمل المشكلة ديت. الناس اللي هي بتاكل الحاجات الناشفة، الناشف بقشره والفستق بقشره والحاجات دي بتتهضمش، ممكن برضو تجرح، ومش بتجرح، ممكن تجرح بس الشرج، بالعكس ممكن تعمل تجرحات في الأمعاء جوه. الحاجات الناشفة ما تتاكلش. والحاجات الحادة والمحدبة جدا اللي ممكن تعمل قط أو قطع، دي برضو أحد الأسباب، وإن كانت من الأسباب النادرة. زي ما قلنا كده، الإمساك المزمن، الإسهال المزمن، أكل الحاجات الناشفة، الولادة كمان. الولادة والحزق الجامد ممكن يسبب الموضوع عند السيدات. طيب هو حله إيه؟ الحل طبعا بتختلف بحسب الحالة. الحالة ممكن تبقى عنيفة جدا تستدعي تدخل جراحي. طب التدخل الجراحي ده هيعمل ايه؟ ده بيشيل الجزء اللي فيه القرحة او فيه القطع، وبعد كده بيلم العضلة تاني، بحيث الجزء اللي فيه القطع ده يحصل استئصال ليه، يتشال، عشان هو ده اللي بيسبب طبعا الألم. ده التدخل الجراحي. طب احنا هندخل على طول على التدخل الجراحي؟ لا، في خطوات طبعا قبليها لازم ان احنا نمشي عليها. اول حاجة ان احنا نلين البراز بتاعنا، نشرب مية كتير. طب احنا نظامنا الغذائي لا اكل دليفري مش عارف ايه، وبملى بطني على الاخر بقى، والمشاكل دي كلها، ناخد ملينات. طب طبيعية ولا لأ؟ ناخد الطبيعي، الالياف مفيش، مش قادرين ناخد، هناخد بقى اتجاه للكيميكال، الملينات واللاكتيلوز والحاجات ديت اللي تسهل عمل المعدة والأمعاء عشان البراز يبقى طري وما يحصلش الاحتكاك، لأن كل ما هيجي إسهال جامد أو إمساك جامد المكان عامل زي الجرح، وكمان بيبقى عليه براز، فعشان كده بيبقى مؤلم جدا للمريض. في طبعا المراهم، وفي المسكنات والليدوكاين اللي هي الموضعية، مسكنات موضعية، دي بتساعد بتساعد كتير، وكمان بتتحط قبل الحمام وبعد الحمام. طيب احنا عملنا الحاجات ديت، طب نقعد كمان في مية دافية، يا ريت لو مرتين أو 3 مرات في اليوم، بقول مية دافية مش مية سخنة عشان ما نلهبش الدنيا أكتر. طب عملنا كل وبرضه مفيش مشكلة، ممكن في الحالة ديت نعمل تدخل جراحي، بس في خطوة قبل التدخل الجراحي، مسألة الحجامة مفيدة. في مشكلة زي كده طبعا بتخلي الجسم يفرز مسكن طبيعي، بتقوي العضلة جدا، بتشيل التقرحات، بتساعد جدا، بس لازم برضو محافظة، لازم معاها تحافظ، اللي هو ما يبقاش ما دام عملت حكومة خلاص بقى أدخن وأشرب اللي أنا عاوزه وأشرب كحوليات ما دام بنضف جسمي خلاص. لا، الموضوع ده غلط ومش صح، والصحة ما بتدومش، هي دي النقطة أو المسألة. طيب هي هتجيب نتيجة عالية؟ طبعا هتجيب نتيجة عالية جدا، بس لازم زي ما قلنا معاها المحافظة، يبقى فيه محافظة من ناحيتين، من ناحية الإسهال والإمساك، القعدة ما نقعدش على حاجات ناشفة. الموضوع بقى طبعا لو ملتهب والدنيا كبيرة جدا ما نقعدش قعدات فترات طويلة، ممكن نجيب الطوق اللي نقعد عليه بحيث منطقة الشرج ما يبقاش فيها ضغط خالص، وده هيريح كتير جدا.
الحل الأخير طبعا هو التدخل الجراحي. طب نلجأ له ولا؟ الصراحة التدخل الجراحي في كل العالم الناس متلجألوش غير الخيار الأخير. لازم نجرب الستبس والخطوات دي تستريحنا عليها ونظمنا نفسنا، والأكل بقى فيه ألياف وبنشرب مية كتير وبنخلي بالنا. أوكي، لا مهملين وهنديها، مفيش مشكلة من التدخل الجراحي وإن احنا نعمل عملية، بس إن الدكتور طبعا يكون استشاري كبير، يكون حد قبل كده هو مجربه وعارف مسألة التخدير. لو نقدر إن احنا مناخدش اللي هو البنج الكامل، البنج بس الموضعي، بحيث نفضل صحيين عشان نقلل الريسك والمخاطرة. وبرضه لو في سؤال أو أي استفسار سيبولنا في التعليقات وإحنا نجاوب عليه. ودمتم بصحة وعافية، ومنساش الاشتراك في الصفحة على الفيسبوك والقناة على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.